حاسه انك في نهايه العلاقه وخايفه يسيبك، انا بقى هقولك تعملي ايه، بس مش عشان يفضل معاكي، لا الباب يفوت جمل. انا هقولك اللي تحفظي بيه شكلك وكرامتك عشان ما تتبعترش منك على الارض. بدايات العلاقات ليها علامات زي ما نهايتها ليها علامات، والشاطرة الواعية اللي تعرف ازاي تبدأ العلاقة وازاي تنهيها. الراجل من دول يا اختي اما يحب يفركش ما بيقولهاش مرة واحدة، بيتصرفوا تصرفات كده غريبة الاول، والشاطرة اللي تلقط وتفهم بدري. ليه بقى؟ انت ممكن اصلا لو اتصرفتي بطريقة صح وقت ما هو ابتدى يبعد، ساعتها هتخليه يرجع تاني، وانتي بس اللي هتقرري تخليكي ولا تسيبيه يمشي. ولو ده ما حصلش، على الاقل يا خايبه هتبقي حافظتي على كرامتك. اولا ما تلفتيش نظره ابدا ابدا انه فارق معاكي بعاده، نفضي وطنشي. لقيتيه ابتدى يتغير وما يردش على تليفوناتك وما يتصلش، خلاص لا انت كمان تردي ولا تتصلي. معروفه العين بالعين والبادي اصلا. اتشغل عنك يوم اتشغل انت يوم و23 ومليون يوم كمان. وقتها بقى انت اللي هتخليه يقعد يفكر ويخطط ويقول ايه ده البت سكسكه ما كلمتنيش، ده البت سكسكه ما عبرتنيش، هو انا للدرجه دي مش فارق معاها خالص. وهتلاقيه رفع سماعه التليفون ويقول لك سكسكه يا حبيبتي، هو انت ما بتساليش عليا ليه، هو انت ما بتهتميش بيا ليه؟ ترد انت بقى وتخليكي ناصحه تقولي له والله ابدا مفيش، انا بس مشغوله شويه، انا بس نفسيتي تعبانه شويه. وخدي عندك بقى اديله بقى حجج من هنا ورايح، اصل انا ضفر بنت خالتي اتقطم، اصل انا بحط مانيكير واللون ما عجبنيش فمزاجي قريف، اصل انا بفتح التلفزيون شفت فيلم نكد عليا وقعدت اعيط. ولازم تبقي ناصحه وذكيه وتحسسين ان هو فعلا ولا على بالك، لان في نوع من الرجاله اول ما يحس بالخطر هيبتدي يتظبط معاكي وقلبه يفكر فيكي وعقله يتشغل بيكي. لان معظم الرجاله مش بتسيب عشان ما بقتش بتحب زي زمان، لا يا اختي، دول بيسيبوا بقى والموضه الجديده عشان خايفين من مسؤوليه ومش عارفين بعد الجواز هيحصل ايه. او يا اما انتي خليتيه زي البالونه وقعدتي تنفخي فيه لحد ما اتكبر عليك. عادي حبيبتي، رجعي البالونه لوضعها الطبيعي. ولو هو اللي جه وقال لك انا مش عايزه اكمل، اوعي تتعصبي ولا تتنرفزي ولا تنزلي دمعتين، عادي جدا، قولي له باي باي مع السلامه وخدي شنطتك وامشي وسيبيه. ساعتها بقى هيتهبل ويتجنن ويقول ايه ده في ايه وانا مش فارق معاها للدرجه دي. واول ما تروحي البيت بلوك 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 على راي الاستاذه رضوى. ساعتها بقى هيبتدي يتجنن ويقول لك ايه ده وانا للدرجه دي ما فرقتش معاها، هي اللي كانت بتتسلى بيا. وبدل يا حبيبتي ما كان هو هيخلي يوم منيل عليكي، احنا خلينا يوم منيل عليه. وتعالي لي بقى يا نصحى انت وهي قولي لي في الكومنتات لما بتتحطوا في المواقف اللي زي دي بتعملوا ايه. وتابعيني انا بسنت نبراوي عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.